الم اقول لكم النفوس تبدلات، ما بقاش الانسان اللي كنا كنعرفوا انسان. قبل شهر مغربي مهاجر في بلجيكا دخل المغرب، مشى عند الاب ديالو كيعيش في الحسيمه مع جدو، واختلفوا في شي حاجه ديال الاملاك. هذاك المهاجر اللي كيعيش في بلجيكا شد جدو تكاه بالجنوي. واليوم في اكادير شاب مشى مع الاب نتاعو صلاو صلاه الظهر، خرجوا من الجامع عند الكراس اللي كيكونوا حدا الجامع، شراو دلاعه، مشاو للدار حطوا ليهم طاجين بالبرقوق والمناضه، وهو اللي قطع الدلاعه وصايبها وتغداو. كتعرفوا الانسان ملي كيتغدى كيحس بشويه النعاس، كيديروا لا سياست او القيلوله. الاب نتاعو والام نتاعو دخلوا للبيت نتاعهم وجداتو ناعسه في المرح حداه، وحداه جنوي فيه نص مترو، كياخذ هذيك الجده نتاعو كيتكيها بحال الخروف، ما صدرتش ولا صوت حيت كانت ناعسه. دخل على الاب نتاعو والام نتاعو، يلاه شد العنق نتاع الاب ديالو، الاب ديالو كيعيق به مازال ما نعسوش، كيهرب وكيلوح الجنوي حداهم. والاب خرج كيلقى الام نتاعو ودعت الدنيا. اشنو هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه كيوقع في المغرب ديالنا الحبيب في خلال 6 شهور؟ الحالات اللي تكلمت عليهم اكثر من 6 في خلال هاد 6 شهور، بمعدل كل شهر واحد كيشد واحد من العائله نتاعو المقربه كيدير له بحال الدلاعه.